السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيها الملعب الهوكي اللي كيدار في مدينة الرباط، واللي اول ملعب ديال الهوكي اللي كيدار في المغرب. ملعب غادي يكون ديال الهوكي وفي نفس الوقت متعدد الرياضات. صراحة هذه واحد الفكرة اللي واعرة بزاف. ملعب غادي يكون فيه واحد الديزاين اللي واعر وشفتو يعني بعيني، كنت كندوز عليه ديما. ملعب كاين تقريبا جهة يعقوب المنصور. ملعب فيه مواصفات عالمية، ويعني يعني حتى من ناحية البوزيسيون ديالو فين جا واعر. البوزيسيون ديالو على البحر، يعني اللي غتعطي واحد الجمالية، ودابا كتعطي واحد الجمالية يعني ملي كتكون دايز على الطريق. وعاد ان شاء الله ملي غيديروا فيه مقابلات او مباريات ولا هكا في رياضات اخرى، ولا علاش لا الهوكي ان شاء الله يوليو عندنا حتى حنا فراقي الهوكي يعني. وغادي تنظموا فيه ضروري، غادي يكونوا فيه شي بطولات. الجنبات ديال الملعب حتى هي مستقبلا كيف قلنا غادي يكون حتى الجنبات ديال الملعب حتى هي غيكونوا فيها مشاريع كبرى، وغادي يكونوا فيها بنايات اللي غادي تكمل الجنبات ديال الملعب بالجمالية ديالو. ملعب جا بالجنب ديال البحر، يعني على البحر. يعني تقدر تتخيل معايا ان يتنظموا فيه بطولات وتهز درون تصور من الفوق البحر ولا الملعب ولا الجنبات ديالو، اللي غادي يعطي واحد النظرة اللي واعرة، ونظرة اللي كتبين ان المغرب غادي في واحد المستقبل ديال التطوير في الرياضات. المغرب غادي كيتطور في الرياضات كلشي. كيف كنلاحظوا ان الملاعب 4 كيتبنوا في الرباط، وهذا الملعب حتى هو، هذا الملعب تقريبا في النهاية ديالو. هادشي ما خلينا غير نحسوا بالفخر، يعني كأنك مغربي تحس بالفخر على المشاريع الكبرى اللي كدار. ما غادي يجي ان شاء الله كأس العالم او قبل كأس العالم، حتى غادي يكون كل شيء واجد، وغادي يكون مغرب اخر ان شاء الله. هاد الصورة كيف قلت لكم كتبين يعني الوضعية ديال الملعب فين جا. الموقع ديالو على البحر مع كورنيش ديال الرباط الرائع. ملعب صراحة زاد جمالية الرباط وزاد كورنيش يعقوب المنصور. ملعب دار بتصميم رائع، برافو اللي داروا الصراحة. ان شاء الله كنتمناو مسيرة موفقة لبلادنا في هذه المشاريع الكبرى، والافتخار بان شركة مغربية هي اللي كتقوم بهذا العمل هذا. ما يعني اللي خاصنا نحسوا بالافتخار، ومازال مشاريع اخرى ان شاء الله جاية في الطريق. نتمنوا التوفيق ان شاء الله والسلامة لهذا البلاد الكريم.